لا حول ولا قوة إلا بالله. صراحة غرائب وعجائب اللي ولينا كنشوفوها في هذا العالم الذي نعيش فيه، مباشرة من بئر الرامي مدينة القنيطرة. الجيران اللي سمعوا واحد الخبر اللي أججهم كاملين وكل شيء، حتى واحد الآن مازال ما مستوعبش هادشي اللي وقع هذا. يعني في هاد الأيام هادي وفي هاد الشهر ديال ديال الكريم يعني رمضان، كيتفاجئوا بأن أب يعني كيذبح الابن ديالو اللي ما كيتجاوزش عامين، يعني الابن باقي ما كملش عامين الاب كيذبحه على حسب ما قالوا الجيران، لان الشرطه العلميه الان مازال كتبحث في التفاصيل والحيثيات ديال هذه القضيه هذه باش يتاكدوا من كل كبيره وصغيره. الجيران بدورهم اللي جاو وعمروا المكان لانهم كيعرفوا هذا السيد هذا، تيقول بانه انسان عادي كيشتغل كسباغ يعني طبيعي، فهذا ما جعلهم على انهم يستغربوا. الام كتقول بانها طلعت تنشر شي حوايج على حسب ما سمعنا من الجيران والاقارب اللي هنايا، كيقولوا بانها طلعت تنشر الحوايج وخلات الابن مع الاب ديالو كاي اب وابن ديالو يعني بشكل عادي جالسين، ما كاين حتى شي مشكل. كتنزل كتلقى الابن مذبوح. الابن على حسب ما توصلنا به الان يقولون على انه فارق الحياه، ان الله وانا اليه راجعون.